سجليها واحفظيها عندك لرمضان لانك هتعمليها كتير قوي الفترة اللي جاية. هنعمل النهاردة صينية الجلاش بالكريم شانتيه، تحفة جدا يا جماعة. والاحلى من ده كله سهولة وبساطة عمايلها. احفظوا انتوا بس الفيديو ده للنهاية لان حرفيا الوصفة ادمان. يلا بينا نبدأ بالمقادير. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام. عندي هنا لفة الجلاش بتاعتي وزنها نص كيلو. هتجيبي لفة الجلاش وهتبدأي تفرديها على الرخامة بالشكل ده. هتجيبي الصينية بقى اللي هتقطعي عليها وهتحطي الصينية على الجلاش بالشكل ده. طبعا هتجيبي سكينة حامية وهتبدأي تقطعي الجلاش على حسب قطر الصينية اللي انتي هتشتغلي بيها. طبعا ممكن تشتغلي بصينية مدورة او صينية مستطيلة او مربعة، ده طبعا هيرجع لذوقك. هتجيبي هنا الصينية بتاعتك وهتبدأي تبطنيها بخليط السمنة والزيت. هتجيبي ربع كوباية سمنة وربع كوباية زيت وهتخلطيهم على بعض، وهتكون دي المادة الدهنية بتاعتك اللي هتستخدميها في الوصفة. تمام. هتبدأي بقى تفردي الجلاش بتاعك على الصينية. طبعا كل طبقة وطبقة هتبدأي تدهني بدهنة بسيطة من خليط السمنة والزيت عشان الجلاش بتاعك يطلع مورق. وطبعا الفرافيت اللي بتطلع من الجلاش او الزوايد بتاعة الجلاش دي احنا مش هنرميها خالص، احنا هنخبيها كده في النص من غير ما حد يشوف حاجة. تمام بقى لحد كده على ما اعتقد بقى الموضوع سهل جدا ومفيهوش اي حاجة معقدة. هتبدأي تحطي الجلاش بتاعك في الصينية لحد ما الجلاش او كمية الجلاش اللي قدامك تخلص خالص. ملحوظة مهمة جدا ان اخر ورقة من الجلاش مهمة قوي تكون سليمة، ما ينفعش تكون لا ناشفة ولا متكسرة عشان بس الجلاش بتاعك يطلع شكله حلو من فوق وكمان ما يبقاش مكسر ولا اي حاجة. هتبدأي بقى تقطعي صينية الجلاش بتاعتك على 8 تروك. ممكن طبعا تقطعيه اكتر من كده وممكن تقطعيه مربعات. التقطيع ده بيبقى على حسب ذوقك انتي. انا هنا حبيت اقطعه مثلثات بالشكل ده لان انا حبيت الشكل ده قوي. تمام. وبعد بقى ما خلصت تقطيع صينية الجلاش هبدأ ادخل الصينية بتاعتي على جوه الفرن لمدة تلت ساعة لحد بس ما تحمر من فوق ومن تحت. هو هطلعها على طول. طبعا هتتخبز على درجة حرارة 180 وطبعا هتسيبيها لمدة تلت ساعة لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده قدامكم. طبعا انا هسقيها بالشربات. الشربات هيكون بارد وتقيل، مهم قوي يكون بارد وتقيل عشان خاطر بس الجلاش ما يطراش معاكي. وبالنسبة بقى لعيار الشربات هتجيبي حلة وهتنزلي بكوباية وربع من السكر على كوباية من المية ونص عصرة ليمونة. هترفعي الحلة على النار لمدة 10 دقايق ولما يبرد خالص هتنزلي بالشربات على الجلاش بالشكل ده. تمام. وبعد كده هتبدأي بقى تحضري الكريم شانتيه. انا هنا استخدمت الكريم شانتيه اللي هي نوع دريم اللي هو الاكياس الجاهزة. حطيت يا دوب شوية مية متلجة وفضلت اضربهم بالمضرب الكهرباء لحد ما بقى قوامه تقيل بالشكل ده. وهتبدأي تحشي الجلاش بتاعك بالكريم شانتيه زي ما انتي كنت شايفة في الفيديو. وبس كده دي صينية الجلاش بالكريم شانتيه، تحفة جدا يا جماعة. انصحكم تجربوها لانها بجد ادمان. لو انتوا لسه مكملين الفيديو انزلوا تحت اشتركوا في القناة واعملوا لايك كبير للفيديو وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس على الكل عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اول باول. بحبكم في الله وما تنسوش تصلوا على النبي.